جايبالك بقى طريقة عمل الكنافة المحشية ببلح التمر بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وهتعمليها في البيت وهتطلع معاكي ناجحة 100%. لكن امشي معايا في الخطوات علشان طبعا تطلع معاكي بنفس الجمال ونفس الحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. لكن قبل ما ابدأ تعملي لي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه لك. اول حاجه كده معانا هتجيبي الكبه، وبعد كده طبعا هتجيبي بلح التمر، اي نوع بلح، بس اهم حاجه البلح يكون طري شويه، بلح التمر تشيلي منه النوايا، وبعد كده هتضيفي يعني نص مكعب من العجوه البلح. تمام كده. وبعد كده طبعا هنفرمه في الكبه مع بعض كده علشان طبعا البلح اللي هو التالي اللي احنا فضينا منه النوايا طبعا يتهرس معانا كويس مع العجوه التانية. تمام كده. طبعا مش هتضيفي اي سكر ولا هتضيفي اي حاجه ولا زبده ولا اي حاجه. تمام. هي تتفرم لوحدها من غير اي حاجه. زي ما انتم شايفين هو ده القوام اللي احنا عاوزينه، يكون قوام ناعم جدا وجميل. وبعد كده هتجيبي الكنافه، نص كيلو من الكنافه زي ما انتم شايفين. طبعا انا بحطها الاول في الفريزر علشان طبعا تسهل عليا في التقطيع كده وتتكسر معايا بكل سهوله. واهم حاجه نقطعها جدا عشان تاخدي منها نتيجه كويسه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هتجيبي الصينيه، وبعد كده طبعا هتفردي فيها الكنافة اللي انت قطعتيها بالشكل ده. طبعا الصينية مش هتضيفي فيها سمنة ولا هتضيفي على الكنافة سمنة الا لما تخلص. هتجيبي اول طبقة من الكنافة، وبعد كده هتجيبي طبعا سمنة تكون سايحة طبعا زي ما انتم شايفين كده هتضيفيها. طبعا الكل يقول طب انت ضفت لي في الاول سمنة، علشان طبعا طبقة العجوة هتحوش طبقة السمنة اللي انا هحطها فوق الكنافة التانية. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول ان انا افرد البلح بكل سهوله زي ما انتم شايفين كل الصينيه كده. وبعد كده طبعا هتجيبي الطبقه الثالثه من الكنافه، هنفردها برضو نفس اللي احنا عملناه في الطبقه الاولانيه هنعمله في الطبقه الثانيه. وبعد كده طبعا هتجيبي سمنه وتكون سايحه طبعا، وبعد كده هتفرد طبعا كل السمنه كده على كل الكنافه. اهم حاجه طبعا لو انت عاوزه توفري شويه في السمنه ممكن تعملي سمنه مع زيت. تمام. عشان توفري شويه في السمنه. طبعا ندخلها الفرن على 180 تطلع معاكي نفس الشكل ده الحلو الذهبي الجميل. طبعا الشربات كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، على عصره من الليمونه، شريح من الليمون كده، وهتضيفي رشه من الفانيليا. وبعد كده طبعا بعد ما تسيبهم يغلوا لمده 10 دقائق ل 15 دقيقه هتطفي عليهم النار. وبعد كده طبعا هتسيب الشربات يبرد. عشان الكنافة تطلع معاكي ناجحة ممتازة جدا لازم الكنافة تكون سخنة جدا طالعة من الفرن، وبعد كده هتضيف على الشربات، واهم حاجة الشربات يكون بارد علشان خاطر تاخدي منه نتيجة كويسة في الكنافة. وبعد كده طبعا هنقلب الكنافة اللمة التانية زي ما انتم شايفين، وبعد كده طبعا هتضيفي الشربات عليها كده من فوق زي ما انتم شايفين شكل الكنافة عاملة ازاي. طبعا من السمنة الجميلة اللي احنا ضفناها طبعا خدت وش ذهبي الخفيف الجميل جدا زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله. اجمل واحلى كنافه عملتيها بالبلح جميله جدا ورائعه جدا. هتجربوها وهتعجبك قوي. طبعا ممكن تعملي بالبلح التمر بس ما تعمليش بالعجوه، لكن اهم حاجه تفرمي البلح كويس. او ممكن تضيفيه كده بحاله، كنت عملت لكم فيديو قبل كده البلحه بتضيفيها بحالها من غير ما تفرميها في الكبه. تمام. وبعد كده طبعا هنقطعها دلوقتي زي ما انتم شايفين. طبعا نسيبها تبرد تماما، وبعد كده طبعا هنقطعها. شايفين بقى الطبقتين بين الكنافة. طبعا الطبقة اللي هي بتاعت البلح التمر جميلة جدا ورائعة جدا، وكمان البلح باين جدا. وطبعا والكنافة واخدة معانا اللون الذهبي الخفيف الجميل. طبعا ممكن تزينيها بأي حاجة انت تحبيها. طبعا أتمنى منك اللايك والشير، وأتمنى منك بدعوة حلوة. مع ألف سلامة.